ماجد المصري الفترة اللي فاتت يعني لا نجح وبقى ليه جماهيرية كبيرة جدا. هو الحقيقة فنان متميز، يعني فنان متميز من زمان. وانا كنت بحبه، يعني بحبه. طبعا شخصية رجب، بعيدا ان المسلسل حلو او وحش او عجبنا المسلسل او مش عجبنا، لا هو شخصية رجب اللي قدمها في المسلسل الاخير عاملة صدى كبير جدا في الشارع، لدرجة إن هو خلى شخصية شريرة البنات والنساء ويعجبوا بيها. وفي بوستات كتير على السوشيال ميديا بيتكلموا ازاي هو حنين وازاي هو طيب. هو عموما مفيش شخصية شر كامل وخير كامل، الشخصيات بتحمل الاتنين. دوت حتى يعني كان وحيد حامد دايما بيقدم الشخصيات بالرؤية دي. مفيش إنسان بيقول عن نفسه إن أنا شرير، لا بالعكس. كل واحد شايف دوافع للشر، إلا في أفلام الكرتون طبعا أو في أفلام اللي بتتعمل، يعني اللي هو شرير شرير وطيب طيب. يعني لا، هو كل شرير بيحمل دوافع لشره، ده شيء طبيعي. فهو ماجد عمل الشخصية باحترافية كبيرة جدا، خلى الناس تحبه. أنا بحب ماجد وعجبني جدا من زمان، من أيام مسلسل مع كمال الشناوي اسمه لدواعي أمنية. كان ماجد المصري وكان معاه كمال الشناوي وكان معاهم منة شلبي، كانت وجه جديد. وكان معاهم الله يرحمه الممثل الجميل ماهر عصام. والمسلسل دوت كان جميل جدا، يعني كان مسلسل محقق نجاح كبيرة جدا. وكان فيه حتة فلسفة بقى وكده، وكان بيغني التتر هاني شاكر وبيحكي ان يعني في حتة ان ماجد المصري كان غني وبقى فقير ورجع تاني يشتغل. كان في فلسفة حلوة قوي في المسلسل ده، يا ريت تشوفوه. هتشوفوا حتى ماجد بشكل مختلف جدا يعني. وهو اساسا ماجد كان في الاول مغني اول ما بدأ، وكان في مشكلة بين رأفت الميهي ومحمود عبد العزيز بعد ما عملوا سيداتي انساتي وسمك لبن تمر هندي، وعملوا افلام كتيره حلوه رأفت الميهي ومحمود عبد العزيز. فابتدى يدور على بديل لمحمود عبد العزيز، فجاب شاف مغني جميل اسمه ماجد، فجابوا بدأوا يشتغلوا مع بعض 3 4 أفلام، عمل أشهرهم تفاحة. وكان فيلم حلو قوي، يعني فيلم حلو في إطار رأفت الميهي، الناس اللي بتحب الفانتازيا. وكان بيغني وكانت الأغنية ناجحة. بعد كده ابتدى عمل فيلم الفرح تقريبا، او الفيلم الفرح الاول. جابوا داوود عبد السيد برضو، كان الفيلم دوت بطولة احمد زكي، واحمد زكي اعتذر. فجاب ماجد المصري. وده كان معاه هنيدي وكانت الناس دي كلها وجوه جديدة. وكان فيلم حلو برضو، يعني فيلم مش جماهيري حاليا، بس هو فيلم معمول بشكل حلو قوي وفيه دراما حلوة قوي. فماجد في الوقت اللي ظهر فيه كانت السينما محتاجاه، كشاب، كفتى شاشة. وهو قدر يستغل الوقت دوت. بس طبعا جت بقى جمهور هنيدي والاجيال التانية بدأ